السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في موضوع ديني مهم جدا، وهنستكمل سلسلة كشف خيانة مشايخ الأزهر وتحريفهم لمفاهيم الإسلام والقرآن بخصوص أهل الكتاب. مفهوم اصطلاح أهل الكتاب. طبعا 90% من المسلمين أو أكثر بيعتقدوا أن المسيحيين الموجودين حاليا هم أهل الكتاب، وإن هم المقصودين في القرآن بأن يحل للمسلم طعامهم والزواج منهم وتبقى على ديانتها. يعني بيقول لك إن من ضمن التحريفات والمفاهيم الخطأ اللي تم غرسها في عقول المسلمين على مدار عقود، إن يقول لك إن من حق المسلم الرجل المسلم يتزوج من المسيحية على إنها كتابية وتبقى على ديانتها. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح وتحريف للقرآن وتحريف لشرع الله سبحانه وتعالى. وهنثبت لكم بالدليل إن المسيحيين أو النصارى الموجودين حتى من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الآن ليسوا هم المقصودين بأن هم أهل الكتاب، وأن هم دول المقصود بحل طعامهم والزواج منهم بالأدلة. وهنجيب لكم الإثباتات القاطعة على ذلك من مما حصل في شبه الجزيرة العربية أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أيام الرسول عليه الصلاة والسلام منع في المدينة ومكة إن حتى المسيحيين أهل الكتاب أو حتى أي ديانة أخرى إنها تمر حتى من أرض المدينة ومكة. الكلام ده طبعا معروف. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بإخراجهم من أرض العرب شبه الجزيرة العربية بالكامل. فلو كان، خدوا بالكم من نقطة معينة، نقطة مهمة جدا، إن أهل الكتاب اللي كانوا أو المسيحيين اللي كانوا موجودين أيام الرسول هم نفسهم اللي موجودين حاليا. ليه؟ لأن الكتاب بتاعهم واحد. يعني الكتاب المقدس بتاعهم اللي كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود معاهم هو نفسه الكتاب اللي موجود مع النصارى أو المسيحيين الموجودين حاليا، بنفس التحريفات، بنفس الأساطير اللي فيها والانحرافات والتحريفات. وكان في برضو اللي هو موضوع إن الله هو المسيح، وإن هو ابن الله، وأن الله ثالث ثلاثة، والكلام ده كله كان موجود في الكتاب اللي كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام مع المسيحيين، وهو نفسه اللي موجود مع المسيحيين الآن. يبقى المسيحيين اللي كانوا أيام الرسول هم نفسهم اللي موجودين الآن، واللي موجودين الآن امتداد ليهم فقط، ولكن الكتاب بتاعهم هو نفس الكتاب. يبقى بناء على ذلك لو كان أهل الكتاب لو كان المسيحيين دول هم أهل الكتاب المقصودين في القرآن بأن حلال طعامهم والزواج منهم، يبقى الرسول كده احنا بنتهمه ان هو خالف القرآن. ليه؟ لأنه هو منعهم ان هم حتى يمروا من أرض مكة والمدينة، وأخرجهم من شبه الجزيرة العرب بالكامل. وبدليل كمان ان حاليا ما تلاقيش مسيحيين على أرض السعودية مثلا. السعودية اللي هي بلد الرسول واللي فيها مكة والمدينة، ما تلاقيش في سعودي مثلا مسيحي، ما تلاقيش. لو وجدت هناك مسيحيين هتلاقيهم دي عمالة، دي مجرد عمالة أجنبية بتيجي تشتغل بعقد، وبعد ما العقد يخلص بيمشي يروح بلده تاني. لكن مش مواطن سعودي أو جنسيته سعودي، هو من بلد تانية بس جاي يشتغل بعقد، زي مثلا المصريين لما بيروحوا يشتغلوا هناك وشوية كده ويرجع تاني مصر. خلاص. يبقى لو كان النصارى
اللي هم موجودين من أيام الرسول حتى الآن بنفس هذا الكتاب المقدس بتاعهم اللي كله تحريفات، لو كانوا هم دول أهل الكتاب المقصودين في القرآن بحلال طعامهم والزواج منهم، يبقى الكلام ده كلام فيه تناقض في اللي حصل، وده اتهام للرسول بأنه خالف القرآن. خدوا بالكم من النقطة المهمة ديت، لأنها نقطة مهمة جدا، إن أنت ممكن تقع في اتهام الرسول بالباطل باتهامات خطيرة. تمام؟ لأن الرسول أخذ إجراء بأنه يمنع تواجد المسيحيين في هناك في شبه الجزيرة العربية بالكامل. خلاص؟ يبقى مش هم دول اللي احنا يحل لينا طعامهم والزواج منهم، لأن في مفهوم عند المسلمين إن الرجل المسلم يجوز له شرعا إن هو يتزوج مسيحية وتبقى على ديانتها إنها مسيحية. الكلام ده كلام حرام وكلام باطل وتحريفات من مشايخ الأزهر اللي هم ضللوا المسلمين على مدى قرون، بدليل ان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج مسيحية وبقت على مسيحيتها. يعني قصة ماريا القبطية هو لم يتزوجها أو لم يدخل بها إلا بعد ما دخلت الإسلام. يبقى شرط ان انت تتزوج من المسيحية الموجودة الآن لازم تدخل الإسلام أولا. إذا لم تدخل الإسلام يبقى لا يحق للرجل المسلم أنه يدخل بها ويتزوج منها وينجب منها. هيبقى كل ده زواج حرام وأولاد من حرام. خد بالك من النقطة المهمة دي. خلاص؟ ده فين؟ يعني نصه فين؟ نصه في القرآن، موجود في القرآن. ليه؟ لأن المسيحيين الموجودين الآن حتى من أيام الرسول يعتبروا مشركين بالله. مشركين ليه؟ لأنهم بيقولوا الله ثالث ثلاثة وإن المسيح هو الله. فمش معقول ربنا يعني هيحل طعام ويحل لك تتجوز من ناس مشركين بيشركوا بيه هو، مع إنه قال إن هو بيغفر جميع الذنوب عدا الشرك بيه. خد بالك من النقطة ديت، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر جميع الذنوب والكبائر عدا الشرك بيه، ما يغفروش. فدول مشركين، فازاي هيقولوا ان هم حلال اكلهم والزواج منهم وان هم يدخلوا الجنة؟ لان في مسلمين بيعتقدوا ان المسيحيين دول بهذا الكتاب المحرف ان هم هيدخلوا الجنة، وده كلام يعني مخالف للعقيدة الإسلامية. هو يعني مخك هو اللي جايب كده بناء على فهم خطأ، لكن بناء على الشريعة الإسلامية يعني ما بتقولش ان المسيحي ده هيدخل الجنة، لأنه مشرك بالله، وربنا لا يغفر الشرك به أبدا تحت أي ظرف من الظروف إلا إذا تبت ورجعت عنه ورجعت لربنا وللرسول وللقرآن مرة أخرى. خلاص؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا، إن المسيحيين من أيام الرسول حتى الآن ليسوا هم أهل الكتاب، ولا يجوز لك الزواج منهم وتبقى على مسيحيتها هذه اللي كلها شرك بالله، ولا يجوز ان انت تاكل اكله. يعني مثلا جزار مسيحي لا يجوز ان انت تروح تشتري منه اللحمة، او مثلا حد مسيحي طبخ لك طبخة وبعتها لك، لا يجوز ليك كمسلم انك تأكل من هذا الطعام. الكلام ده ليس تطرف او يعني كلام خطأ، لا، ده بناء على ما تم أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول أول واحد أولى بأن هو كان يتعايش معهم ويأكل أكلهم ويتزوج منهم، لو كان هم أهل كتاب ويجوز طعامهم، يحل لك طعامهم يعني، أو الزواج منهم. كان الرسول أول واحد فعل ذلك، لكن الرسول كان أول واحد أخرجهم من بلده وحرم عليهم حتى المرور من مكة والمدينة، وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب بالكامل. خدوا بالكم من النقطة ديت. يبقى بناء على ذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إن مش دول هم أهل الكتاب اللي هم مذكورين في القرآن. أهل الكتاب اللي هم مذكورين في القرآن دول يعني كانوا ناس موحدين ودخلوا الإسلام.
اللي هم دخلوا الإسلام بعد كده، خلاص. أو ممكن يكونوا مثلا اللي هم الأريسيين كانوا موحدين، والمسيحيين نفسهم اللي هم مهرطقين وبيؤمنوا بالثالوث وإلوهية المسيح حاربوهم وقضوا عليهم، وما عادش لهم أي تواجد الآن. لكن الخلاصة يعني إن المسيحيين الموجودين دلوقتي من أيام الرسول هم ليسوا أهل الكتاب، بدليل تاني، أقول تاني وقرر تاني، إن الرسول أخرجهم من بلده ومن شبه الجزيرة العربية بالكامل. حتى الآن لا تجد ليهم أثر هناك، ومفيش مواطن مثلا سعودي مسيحي موجود هناك، ولا ليه كنيسة ولا أي حاجة، خلاص. يبقى الكلام ده بالإثباتات وبالأدلة إن هم دول ليسوا أهل الكتاب، فاحذروا الزواج منهم وأكل الطعام بتاعهم. هم عايزين يأكلوا، يعني ده مش معناه إن احنا مثلا نعتدي عليهم أو نطردهم من البلد أو كده. يعني مثلا مصر فيها مسيحيين، لا يجوز إن أنت تعتدي عليهم، دول معاهدين معاك، تمام. لكن أكلهم يبقى ما بينهم وبين بعض لوحدهم، وإحنا كمسلمين لنا أكل لوحدنا، ولا نتزوج منهم. لا رجل يتزوج منهم من بناتهم إلا إذا دخلت في الإسلام، ممكن يجوز تتزوجها، ولا بنت مسلمة تتزوج منهم. وحتى من عدالة القرآن يعني مثلا يقول لك إيه، يعني المسلمين مقتنعين إن المسلمة لا تتزوج مسيحي، فمن عدالة القرآن إن هو برضه حرم زواج المسلم من المسيحية إذا بقت على مسيحيته. والكلام ده موجود في القرآن، ارجعوا له، خلاص. الكلام ده أنا حبيت أقوله علشان تقدروا تفرقوا، لأن في ناس كتير جدا فاكرة إن أهل الكتاب دول هم المسيحيين الموجودين الآن. لا، مش هم دول، بالأدلة. إيه أكبر دليل؟ زي ما بقول لحضراتكم، الرسول عليه الصلاة والسلام موقفه منهم، وإن هو أخرجهم من شبه الجزيرة، وحرم حتى عليهم إن هم يمروا من مكة والمدينة، مجرد مرور كده، خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله.